وبتبدا الحكايه مع واحده اسمها ان عايشه في وادي كامل لوحدها، وده بسبب ان العالم كله اتضرب بالنووي، فالعالم كله مليان اشعاعات نوويه. ده اللي مخلي ان ملخفنه نفسها كده ومربطه نفسها كلها، مش مخليه اي حاجه توصل لجسمها. وبنلاقي ان ان بتروح لاقرب مدينه من الوادي اللي عايشه فيه علشان تقلب المحلات والمولات وتشوف يعني اذا كان في اي اكل فاضل. ولما بتخلص لفتها كل يوم بترجع البيت وبتمرش نفسها المرشه التمام. دي فرشه سجاد دي ولا ايه؟ زي ما قلنا ان عايشه لوحدها في الوادي كله ومش معاها غير كلب مونسها. وطبعا يعني العيشه بتاعتها ملل وزهق، خاصه كمان انها ما عندهاش كهرباء ومش لاقي حد تتكلم معاه، فاللي هو يعني مش عارفه تعمل ايه، وكل يوم شبه اليوم اللي قبله. وبتيجي في يوم من الايام كده بتتمشى هي والكلب بتاعها، فجاه بتلاقي عربيه كده شبه غرفه متحركه. بتبص جوه العربيه دي بتلاقي متعلقات شخصيه بتاعت واحد، ولكن صاحب العربيه دي ما كانش موجود. بعدها بمفيش كده باقل من دقيقه ان بتلمح صاحب العربيه ده جاي من بعيد ولابس بدله كبيره قوي عازله، مش عارف يعني ماشي بيها ازاي. سيبك من كده، الجو جوه البدله دي عامل ايه. على كل حال ان بتراقبه من بعيد وبتشوف الشخص ده بيعمل ايه بالظبط وايه هي تصرفاته. في الوقت ده الشخص ده بيكون معاه جهاز بيقيس بيه الاشعاعات النوويه، وبيلاقي ان الوادي ده امن، فعلى طول بيفتح البدله. بص سيادتك انا شامم الريحه من هنا. المهم يعني الشخص ده اللي بيطلع راجل بيبص حواليه كده ويفضل يصرخ زي المجنون. ما هو فعلا شكله شبه المجانين بشعره ده اللي شبه وولفرين. على كل حال الشخص ده بيقلع هدومه وبينزل في بحيره كده موجوده في المكان. البحيره دي تحت شلال صغير كده، فان اول ما بتشوفه نزل في البحيره دي بتجري عليه علشان تخرجه بسرعه وبتصرخ فيه علشان يخرج. يا ست سيبيه يستحمى. انا قالت له بسرعه يخرج من البحيره دي لان الميه اللي فيها جايه من بره الوادي، فبالتالي الميه دي مشعه. ده اللي خلى الشخص ده اللي اسمه جون بالمناسبه يخرج من الميه بسرعه ويجري على العربيه بتاعته اللي فيها الاغراض الشخصيه بتاعته، وعلى طول طلع حقنه وحقن نفسه بيها. وقال بعد كده الان ان هي تحرق الهدوم بتاعته كلها وتديله من الحقنه دي جرعه كل يوم، ولو مات تحرقه. فانا على طول اخدته عندها في البيت. في الاول مرشته كويس وبعد كده دخلته البيت رمته على السرير، وجون كان في حاله خطيره جدا. وتاني يوم ان بتروح العربيه بتاعته بتطلع الجرعات اللي هو المفروض ياخدها وبتفضل تراعي جون يوميا، ولكن جون كان باين عليه ان حالته وحشه قوي تقريبا كده على وشك انه ينتهي. فان راحت الكنيسه الموجوده في المدينه وفضلت تصلي كتير ان جون يعيش وما يموتش، لانها نفسها حد يعيش معاها بدل الملل اللي قتلها ده. وبترجع بعد كده تحلب البقره علشان تعمل فطار لجون. ايه ده، الممثله القديره مارجوت بتحلب بقره. على كل حال بنلاقي ان جون حالته الصحيه بدات تتحسن، وبيتكلم معانا وبنعرف ان جون ده عالم. وفي الوقت اللي حصل فيه الهجوم على الارض جون كان موجود في معمل تحت الارض بيعمل ابحاث، واللي خلاه طلع من تحت الارض مع انه كان عايش في امان يعني انه ما كانش حابب العيشه تحت الارض، كان نفسه يشوف الشمس يشم هوا نظيف، واللي هو ما بقاش نظيف اساسا، فده يعني اللي خلاه طلع من تحت الارض. اما ان فبتحكي حكايتها لجون، وبيتضح ان كل اللي كانوا موجودين في الوادي ومنهم ابوها شخصيا خرجوا من الوادي علشان يشوفوا اذا كان في اي ناس محتاجين لمساعده ويرجعهم الوادي، لان الوادي امن وخالي من الانبعاثات. المهم يعني ان بتكمل كلامها وبتقول لجون ان الوحيد اللي اتبقى معاها في الوادي اخوها الصغير واللي كان عنده وقتها 13 سنه، وقالت له ان اخوها لما لقى ان الناس اللي خرجوا من بره الوادي ما رجعوش بعد اسبوعين قرر انه يروح وراهم علشان يساعدهم لانه كان خايف عليهم جدا. طبعا ان حاولت تهديه وتفهمه ان ده خطر، لكن هو كان بيزن للنهار وما هديش غير لما مشي. وان بتقول لجون ان اخوها ده لو عايش لغايه دلوقتي هيبقى عنده 14 سنه لان الكلام ده حصل من سنه، وبتسيبه بعد كده علشان تحضر له سريره. في الوقت ده جون بيمسك البوم الصور بتاع عائله ان وبيبص للصوره بتاعت اخوها الصغير، وطول الايام اللي بعدها بيفضلوا يناموا ويصحوا ويكملوا تعارفهم ببعض. وفي مره كده جون بيروح لان وهي بتزرع الارض، فبيقول لها هو انت ليه مش بتستخدمي الجرار في الحفر؟ انا قالت له بكل بساطه الجرار ما فيهوش جاز فعلشان كده بستخدم الفاس يعني. فجون قال لها ما فيش بنزينه قريبه هنا؟ انا قالت له ايوه في. قال لها خلاص ما تروح تجيبي منها جاز. انا قالت له يا ذكائك يا اخي ما البنزينه شغاله بالكهرباء. جون قال لها هو انت ما تعرفيش ما الطرمبات بتاعه البنزين دي برضه ممكن تشتغل مانيوال، وفهمها الطريقه اللي تقدر تشغل بيها البنزينه يدويا. فان راحت البنزينه وفتحت الطرمبه ومشيت على الوصفه بتاعه جون، والوصفه فعلا نجحت وطلعت جاز. ان في الوقت ده كانت في قمه السعاده، فمكافاه لجون يعني بترجع تطبخ له سبانخ. نعم يا اختي هي دي المكافاه، ما تديهاش افكار تاني بقى جون. على كل حال بيتعشوا بعد كده جون بيطلع علشان ينام لانه تعبان جدا، وبعدها بشويه ان بتطلع علشان تنام هي كمان، بس قبل ما تخش الاوضه بتاعتها بتبص على الاوضه بتاعت جون، تقريبا جواها مشاعر بايته او سبانخ بايته مش متاكد. المهم يعني بتدخل الاوضه بتاعتها بعد كده. بعدها بشويه جون هو اللي بيقوم علشان يخش الحمام باين، فبيعدي على الاوضه بتاعت ان، وتقدر تقول يعني ان هو لمح شويه حاجات، بس جون تماسك وكمل طريقه للحمام. وبيطرح في الوقت ده كمان ان ان لسه صاحيه وعارفه ان جون لمح تقريبا شويه حاجات. على كل حال تاني يوم ان بتصطاد سمكه وبتغدي جون سمك. بصراحه ان دي فنانه شامله، بتطبخ وبتزرع وبتصطاد وبتمرش حلو كمان، هنحتاج ايه اكتر من كده؟ المهم يعني في الوقت ده جون بيسالها اذا كانت الميه دي امنه من الانبعاثات. انا قالت له ايوه الميه دي جايه من البير، يعني تقدر تقول كده
مياه جوفيه، فما تقلقش يا ابو جون انت في امان. وبتقول له بعد كده ان الشتاء اللي فات ده كان قاسي عليها جدا، لان معظم الاكل اللي معاها كان خلص وما كانتش لاقيه تاكل، ده غير انها ما كانتش قادره تخرج من البيت علشان يعني تروح المدن اللي حواليها تدور فيها على اكل، وده اللي خلاها المره دي تزرع كتير علشان يبقى عندها اكتفاء ذاتي من الاكل في الشتاء اللي جاي. بس اللي واقف قدامها انها مش عارفه تخزن الاكل ده فين، الثلاجات والديب فريزرات مش شغالين علشان ما فيش كهرباء، ده غير كمان ان مولد الكهرباء اللي عندها بايظ. جون قال لها طب ما تخلينا بص على المولد ده كده، لكن لما بص عليه لقاه فعلا متدشمل. فجون في الوقت ده جت في دماغه فكره جهنميه، واخد ان بالجرار وراحوا عند المكان اللي فيه الشلال الصغير، وهناك جون قال لان ان هم ممكن يعملوا توربين يحطوه تحت الشلال ده يولد لهم كهرباء. فان سالته اذا كان يعرف يعمل التوربين ده يعني. جون قال لها ايوه طبعا، انت بتكلمي مهندس. وانت منهم يا جون ولا ايه؟ معلش اسف يا باشمهندس جون. المهم يعني جون قال لها علشان ينفذ المشروع ده محتاج خشب كتير، ولكن للاسف ما عندهوش المعدات اللي يقطع بيها الخشب اللي في الغابه ويشكله. بس هم راجعين في الطريق بيعدوا على الكنيسه اللي موجوده في الوادي، وجون هناك قال لان بس هي دي الحل. انا قالت له مش فاهمه. جون قال لها ناخد الخشب بتاع الكنيسه ده ونعمل بيه التوربين. انا قالت له ايه انت عاوز تهد الكنيسه؟ جون قال لها ايه المشكله؟ انا قالت له ان الكنيسه دي ابوها هو اللي بناها، بعدين حرام يهد الكنيسه. فجون قال لها مش ممكن تكون دي خطه ربنا ان والدك يبني لنا الكنيسه دي علشان بعد كده نستعمل الخشب بتاعها ونعمل بيه التوربين ونقدر نعيش، يبقى احنا كده استخدمنا خشب الكنيسه في حاجه تخلينا نعيش. وقال لها ان دي ممكن تكون خطه ربنا للكنيسه دي من الاول ان احنا ناخد خشبها ونعمل بيها التوربين. فان في الوقت ده سكتت وما كانتش متاكده اذا كان كلام جون ده صح ولا غلط. وتاني يوم بيصحوا الصبح زي كل يوم، جون بيطلع يلم البيض وبيفطروا، وبعد كده ان بتروح الكنيسه، وهناك ان بتعزف على البيانو اللي موجود في الكنيسه، واثناء ما كانت بتعزف بتشوف عاكس لبني ادم في المرايه اللي فوق البيانو. بس ان لما بتبص وراها كده مش بتلاقي اي حد، فبترجع بتقول له جون هو انت ليه مشيت بسرعه من عند الكنيسه؟ جون قال لها ايه انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. فان سابته وراحت ماسكه فرخه وجايبه رقبتها وعملوها على العشاء، اتعشوا وانبسطوا وراسه. وان كانت بتقول لجون ها ايه السبانخ ما اشتغلتش ولا ايه؟ ولكن ما تفهمش يعني جون كان في حاجه موقفاه، وقال لان يعني ان هو مستلطفها وان هي عجباه بس هو مش جاهز. كلام مريب شويه. وتاني يوم ان بتخرج كالعاده هي والكلب بتاعها، وهي ماشيه كده بتلاقي فيه فخ غريب معمول، فان بتستغرب لان الفخ ده مش بتاعها، فبتتمشى شويه تاني وبتتفاجئ ان في شخص موجود هناك. الشخص ده اول ما شاف انا قال لها ان هو مش مؤذي، وقال لها ان اسمه كالب وانه يعني ما عندوش اي نيه سيئه، هو بس كان معدي ناحيه الوادي مش اكتر. فان لما شافته ان هو فعلا شخص مش مؤذي اخدته معاها البيت. ولما جون لمحه جاي معانا من بعيد راح مطلع البندقيه وقال لها اوعى يا انا سيبينا طخه. انا قالت له اهدى شويه، الراجل ده كويس مش وحش ما تقلقش منه. فجون راح واخد كالب وحط عليه الجهاز بتاعه ده اللي بيقيس بيه الاشعاعات النوويه، ولقى ان كالب في حاله كويسه، وبيطرح ان كالب ده كان عامل في منجم، وفي الوقت اللي حصل فيه الهجوم النووي كالب كان موجود برضه تحت الارض، وده اللي خلاه نجا. جون قال له كله ده حلو، خطتك ايه بقى؟ كالب قال له ان هو هيبات عندهم الليله دي بس وبعد كده هيمشي، مش عاوز منهم اي حاجه تاني. جون قال له لا ما يصحش، بات ليلتين لان حالتك الصحيه برضه مش كويسه قوي. فكالب شكره، ولكن جون كان عاوز يبيته بره البيت، بس انا ما وافقتش وخليته يبات جوه البيت، وبرضه اكلته معاهم، بس الحمد لله مش سبانخ يعني. وجون بيلاحظ ان كالب متدين زي انا، كمان انا طبعا بتلاحظ. بس مش ده الموضوع. جون في الوقت ده بيحكي لهم حكايه مهمه جدا، بيقول لهم يعني في خلال الرحله بتاعته لغايه الوادي هنا كان عدى كده على مستودع قدامه ازايز ميه كتير، وجون قال لهم في الوقت ده هو كان عطشان جدا، فساب العربيه بتاعته وراح عند المستودع ده علشان يشرب. ولكن لما رجع لقى طفل صغير كده عنده بتاع 13 14 سنه موجود جوه العربيه بتاعته بيطلع الاكل بتاعه وبياكل فيه. في الوقت ده ان اهتمت جدا تسمع باقي التفاصيل بتاعه الحكايه دي، وجون قال ان الطفل ده كان مصاب بالانبعاثات النوويه، فبطنه كانت منفوخه جدا وحالته الصحيه وحشه قوي لدرجه انه كان كل ما بياكل حاجه بيرجعها تاني. وجون قال لهم في الوقت ده ان هو طلع المسدس علشان يهوش الولد ده ويمشيه، فالولد في حركه غير متوقعه منه طلب من جون ان هو يقتله علشان يستريح من عذابه، ولكن على حسب كلام جون انه ما قدرش يقتله وسابه على جانب الطريق ومشي. فكالب في الوقت ده راح داخل بالحكايه بتاعته، قال ان هو كان موجود في المنجم مع 4 عمال تانيين، منهم واحد ضخم كده قوي. الشخص الضخم ده كان عاوز يخرج بره المنجم علشان يشوف ايه اللي بيحصل بره بالظبط، اما الباقيين فكانوا خايفين يفتح باب المنجم فيدخل لهم الاشعاع ويموتوا. فالشخص الضخم ده دخل معاهم في خناقه كبيره، وزي ما تقول كده يعني خلص عليهم. كل ده وكالب كان بيتفرج بس. بيقول بعد كده ان الشخص ده خرج من بره المنجم واختفى، وبعدها بشويه كالب خرج وراه، ومن ساعتها وهو بيجوب الطرق لغايه ما وصل الوادي. انا راحت قايله له ايه في الوقت ده؟ قلبي معاك يا كالب. فجون راح بص لها كده اللي هو قلبك معاه هو مش معايا انا؟ ما انا قلت حكايه برضه تقطع القلب. وبدا جون يحس ان في انجذاب بين كالب وبين ان، وده ما كانش عاجبه لانه حاسس ان ان بتتسرسب من تحت ايديه. فبيتكلم بعدها بشويه مع ان على انفراد وبيحذرها من كالب، بيقول انا مش مستريح للراجل ده، انا حاسس كده ان هو وراه حاجه وممكن يأذينا، وبدا يقول اي كلام علشان يكره ان ويخوفها منه. بس انا
انا قالت له انا شايف ان هو مش مؤذي وما عملش ولا ما قالش حتى اي حاجه تدل ان هو خطر. فجون كان متضايق ان ان مش متفقه معاه. انا قالت له بس سيبنا من الموضوع ده، الولد اللي انت سبته ده ومشيت يا ترى مات ولا لسه عايش؟ فجون في الوقت ده قال لها انا عاوز اعترف لك بحاجه مهمه، الولد ده للاسف هو اخوك الصغير، لان لما شفت صورته في الالبوم بتاع الصور بتاعك على طول اتعرفت عليه. كمان قال لها ان هو خلص عليه ما سابوش يموت لوحده، وفهمها ان هو خلص عليه علشان يريحه من عذابه، واعتذر ليها بعد كده على اللي عمله. وتاني يوم كيلب بياخد جون قال ايه علشان يصطادوا ديك رومي يتغدوا بيه. واثناء ما كانوا ماشيين كيلب بيقول لجون ان في بلد قريبه منهم اسمها انسون، كان سمع في الراديو قبل كده ان البلد دي فيها ناس كتير ونيته يعني ان هو يروح البلد دي. وبعدها بيتحدى جون مين فيهم اللي هيصطاد الديك الرومي في الاول. فجون بيقول له طيب التحدي او الرهان ده على ايه؟ كيلب قال له على ان. راح جون بص له بصه كده اللي هو يعني انت مجنون ولا ايه؟ كيلب قال له بهزر اللي هيفوز يا اخويا جون هينول الفخر، هيبقى مفخور فخر فاخر من الاخر. على كل حال بيتحدوا بعض هما الاثنين وكيلب هو اللي بيفوز. ولكن شوف بقى على العشاء كيلب بيقول ايه ان جون هو اللي اصطاده علشان يسمن من جون قدام ان، بس بعد كده بيوقع بين ان وجون لانه بيقول لان ان جون قال له انه ناوي يهدم الكنيسه علشان يعمل التوربين. جون قال له لا انا قلت لك ان انا لسه بحضر للمشروع وبفكر فيه. فكيلب قال له انت ما لقيتش غير الكنيسه؟ ما فيها كده ابنيه تانية كتير في الوادي. جون قال له انا بصيت على كل الابنيه والكنيسه الخشب بتاعها هو الوحيد اللي ينفع في التوربين. فكيلب قال له خلاص اللي تشوفه. وفعلا تاني يوم بداوا في المشروع، راحوا الكنيسه وبداوا ياخدوا الخشب بتاعها. واثناء ما كانوا شغالين بنلاحظ ان كيلب عينه من ان، كمان بنلاحظ ان جون ملاحظ ان كيلب عينه من ان وان ان عينها من كيلب وان جون ما فيش حد عينه منه. على كل حال بيشتغلوا على المشروع وبيلموا السلك بتاع العواميد علشان يوصلوا الكهرباء من التوربين للبيت. وفي مره كده كيلب بياخد ان وبيتمشوا مع بعض هما الاثنين. وكيلب طبعا كان بيحاول يقرب من ان، فبيقول لها ان والده كمان كان واعظ زي ابو ان بالظبط، اما هو فمش طالع لوالده خالص ومش ملتزم زيه. بس قال لها ان ده برضه ما يمنعش ان الايمان لسه جواه. وبيسالها بعد كده اذا كان جون معاملته كويسه معاها ولا لا. ان بتقول له ان معاملته كويسه وانه شخص كويس ومهندس كمان. وبعدها بشويه بيروحوا لجون بيلاقوه شغال على المشروع لوحده. وجون لما بيشوفهم هما الاثنين راجعين لوحدهم مع بعض بيتضايق شويه. يا سيدي ما هو طبعا هيبقوا راجعين لوحدهم، هو في حد تاني غيركم في المدينه كلها؟ على كل حال جون بيكلم ان بالليل على انفراد وبيقول لها بقول لك ايه، انا عاوز اقول لك يعني ان لو كيلب عاجبك عيشه حياتك، انا بالنسبه لي مفيش اي مشكله. انا قالت له ايه انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ جون قال لها ايوه زي ما بقول لك كده انا مش هزعل خالص. فان في الوقت ده اتضايقت من كلام جون جدا وسابته وخرجت. واليوم ده بيعدي وتاني يوم بيكملوا في المشروع وبيروح عند الوادي علشان ينصبوا التوربين هناك. وتقدر تقول كده انهم خلصوا 80% من المشروع. فبالليل بقى بيحتفلوا بمناسبه ان هم خلاص على وشك يخلصوا المشروع. بيفضلوا بقى يهزروا ويضحكوا ويرقصوا. وان تقريبا في الليله دي كانت ناوياها. بيخرجوا من البيت بيتمشوا شويه وبينطوا في البحيره وبيعوموا شويه وبعد كده بيطلعوا تاني. واثناء ما كانوا راجعين البيت جون بيقول لان ان هو بيحبها وش كده على طول. فان فرحت جدا واخدت جون ورجعت بيه البيت ودخلت مع الاوضه. ولكن جون اول ما حط نفسه على السرير نام. فان ما تفهمش بقى اللي جرى في دماغها كده اتجننت ولا ايه، وراحت نازله الكلب. وطبعا يعني ها كلب ما صدق. وتاني يوم جون بيصحى الصبح بيحضر لهم الفطار وبيلاحظ ان كلب وان المعامله بينهم كده حاره شويه. فجون راح وحط الفطار على الترابيزه، راحت ان على طول قايمه وهي متوتره وقالت لهم انها داخله الحمام. في الوقت ده جون بيبص الكلب كده بصات كلها عتاب وخنقه كده. فكلب قال لجون هو ايه اللي انا مطلوب مني النهارده؟ قول لي ايه المفروض اعمله علشان اعمله، انا تحت امرك. كان هو يعني من التثبيت لجون. جون قال له هنكمل التوربين ونشغله. وراحوا علشان يكملوا اخر مرحله في التوربين. واثناء ما كانوا شغالين جون بيجيب سيره ان وبيقول لكلب ان هو ما حسش بقيمه ان غير لما هو ظهر، هو اللي خلاه شاف المميزات اللي موجوده في ان. وقال لكلب ان هو مش غيران منه، ده بالعكس هو اللي كان قايل لان ان هي تعمل اللازم معاه علشان تخليه يقعد لغايه ما يخلصوا المشروع. بمعنى يعني ان هو اللي زق ان هي تعمل معاه كده علشان تخليه يقعد. فكلب ضحك ضحكه سخريه كده وقال له انا مش مصدقك، انت بتكذب يالا يا جون. فجون ابتسم وسكت. وبيروحوا بعد كده عند الشلال علشان ينفذوا اخر مرحله في التوربين. كلب بيلبس البدله العازله علشان بيقرب من الميه بتاعه الشلال، اما جون فبيأمن الحبل اللي مربوط بيه البدله بتاعه كلب. وبيقدروا اخيرا يخلوا التوربين يلف ويشغلوه وبتعم الفرحه في المكان. بعد كده جون بيشد كلب علشان يطلعه، واثناء ما كان كلب طالع بيختل التوازن بتاعه كان هيقع. فجون بسرعه لحقه وطلعه تاني. وبعد ما طلع تاني كلب برضه اختل التوازن بتاعه للمره التانيه. وجون برضه قدر يمسك الحبل قبل ما كلب يقع. بس في اللحظه دي كلب بيبص لجون وجون بيبص لكلب وكلب بيبتسم ليه ابتسامه غريبه شويه، اما جون فبيسرح في كلب. بعدها بشويه بنلاقي جون رجع البيت وهناك بتقابله ان وبتعتذر له على اللي هي عملته انها خانته يعني مع كلب. جون قال لها لا ولا يهمك. انا قالت له لا انا مش مسامحه نفسي، انا مش عارفه ازاي اساسا عملت كده. جون قال لها خلاص يا ست قلت لك مفيش حاجه. وقال لها عامه ريح نفسك، كلب خلاص اساسا مشي. انا قالت له ايه مشي ازاي؟ جون قال لها ماشي عادي يعني راح البلد دي اللي اسمها انسون اللي كان عاوز يروحها. فان في اللحظه دي بان عليها انها زعلت
زعلت جدا ودمعت كمان علشان زعلانه ان كالب مشي. مش بس كده، ده كمان خرجت وفضلت تبص على كالب حوالين الوادي واتضايقت انها ما لقيتهوش. على الجانب التاني جون بيروح عند التوربين وبيوصل الكهرباء بتاعته للبيت، وفي الوقت ده بنلاحظ ان جون واقف في نفس المكان اللي كالب كان بيتزحلق فيه، بس جون ما كانش بيتزحلق، كان واقف ثابت. وان في البيت من الناحيه التانيه بتفتح التلاجه كده بالصدفه بتلاقيها شغاله، فان بتفرح جدا. بعدها بتدخل للصبل وهناك كان في بيانو. ان بتقعد عند البيانو ده وبتعزف عليه لان العزف على البيانو بيخلي ان في حاله نفسيه احسن. في نفس الوقت ده جون بيجي لها وبيقعد جنبها وبيسمعها وهي بتعزف، وهما الاتنين كانوا بيبصوا لبعض بدون كلام. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت بقى تشمل زرار اللايك وسكرين تليفونك على حسابي، واعمل كومنت كده وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. كمان لو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فاشترك بقى في القناه كده وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.